بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لحضرتك لمعرض الكرة. بصراحة جلست مع الأخوة الكادر التدريبي، سمعت وجهات نظرهم، أتمنى لهم كل التوفيق. بينوا وجهات النظر، أسباب الاستقالة أسباب محترمة، واستقالتهم تم قبولها من قبلي شخصيا. إن شاء الله يا ربي القادم أفضل، ونتمنى لهم التوفيق. قصي منير دخل صديقا وخرج أخا وصديقا. ماكو يعني محاولات كانت بالصدع أو حل هذه المشكلة؟ يعني القرار منتهي من قبل كادر؟ يعني هو ماكو مشكلة بصراحة، ماكو مشكلة. يعني كابتن قصي ورجل مهني، نجح مع الديوانية في مراحل سابقة ونجح في هذه المرحلة، حقق نتائج طيبة. يعني ثقتنا كبيرة به، رجل ما قصر، هو كادر المساعد. لكن يعني اكو اسباب عديدة بصراحة، يعني اسباب مقنعة ومحترمة. انا اتمنى له كل التوفيق، وقلت لك دخل صديقا وخرج اخا وصديق. سيد حسين، 3 مدربين وبعدنا ما واصلين للمرحلة الاولى، هذا الامر يدعي الى تخوف المدربين من الاقدام على القبول بعقد مع الديوانية؟ يعني الديوانية لن يتوقف على احد. المدربين يتخوفون صار؟ ممكن على راحتهم، احنا اكو عندنا بديل. مدربين اذا العراقيين ما يجون فالاجانب يجون. ومشروع العنكوشي مشروع واعد وحقيقي. انا يهمني شيء واحد بس، انا جاي اخسر جهد واخسر اموال وعايفس عائلتي وقاعد بالفندق مع اللاعبين واتناقل معاهم في مكان. شنو السبب؟ شنو اللي احطه بجيبي؟ شيء واحد بس، اريد افرح الناس وارفع اسم مدينتي. هذا همي الوحيد بصراحة. فاللي يريد يتخوف، اللي ما يريد يجي، احنا كل المدربين بدنا نعطيهم حقوقهم، ما جاي نقصر معاهم، بدنا نوفر لهم كل سبل النجاح، وبالنتيجة يعني القادم افضل. يعني على ذكر هذا الموضوع، يعني بحيث ان الامور المادية وهذا الاستحقاق للمدربين ستكون يعني ما بها مشاكل؟ ابدا 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 ابدا. البارحة استلم استحقاقاته اخونا ابو طه، ومثل كل شهر، وما عندنا، أنا رجل ما عندي أي يعني هاي الاستحقاقات عندي خط أحمر، الحقوق عندي خط أحمر، لأن نجاحي هو بالالتزام بالصدق بالمهنية، وهذه كلها دا أوفرها. أنا أريد مشروعي شلون ينجح؟ مشروعي من يكون محترم، وإحنا مشروعنا الحمد لله محترم، هدفه ينجح فريقنا وتنجح أدواتنا ونحقق نجاح بالمجال الرياضي. سيد، أنا الآن طلعت يعني تسميات، وتدري أنت أن الديواني وحسين عنكوش شوية مادة دسمة للإعلام، تسميات يعني عدد من المدربين، أريد أعرف من المدربين المرشحين. يعني ممكن احنا يعني بدينا هسه، يعني من الآن بدأت اتصالاتي، يعني إن شاء الله يعني عندي بكرة اتصالات مهمة، أعتقد لقاءات، ممكن كابتن حكيم شاكر، ممكن الكابتن قحطان كثير، ممكن أحمد خلف، وممكن اسم نتحفظ على، يعني شخص نتحفظ على ذكر اسمه، يعني ممكن يكون هو المدرب القادم. أنت دائما تترك نهايات يعني ما فارغة، اللي هي الصير، اللي هي الصير، هاي الطريقة هاي الطريقة حتى وين توصل ما صارت هذه تصير النهاية الفارغة اللي تركتها فراغ. يعني بدينا يعني نعمل احنا بطريقة بصراحة يعني مختلفة عن الآخرين. وجهة نظرنا أنه ما نحسم الأمور لغاية حسمها بشكلها الأصولي والقانوني. احنا مدربين 3 راح نفاتحهم بكرة، وقلت لك مدرب رابع أعتقد هو الأقرب، لكن يعني راح نعلن في حال توقيعه. الإعلان خلال هاليومين؟ يعني أنا أعتقد ممكن بكرة الصبح يوقع مدرب عندنا. بكرة الصبح؟ أيه. بس قصي منير هو راح يقود مباراة الزوراء؟ ممكن. ممكن. المحترفين اللي أحد الأسباب الخلاف كان بسبب المحترفين؟ لا أبدا، بالعكس أبدا. لا، قصي منير رجل رأيه محترم، رجل اعطيناه كل الصلاحيات، انطيناه كل الخيارات متاحة له. هو رجل يمكن راح يذكر هذا الشيء بنفسه، ما حد يتدخل بشؤون عمله اطلاقا، بخياراته باللي ناس يريدهم، كان مطلق الحرية، وكان الداعم شخصيا له بكل شيء. يعني طيب، الانتقالات شتوية على الابواب. نعم. اكو اسماء حددتوها؟ انت حددتها؟ اللجنة اللي وياك حددوها؟ اريد اعطينا اسمين 3 شيء.
احنا عندنا احد اللاعبين اللي يمثلون يعني بهاي القائمه الجديده مال المنتخب الوطني. عندنا لاعب ان شاء الله راح يكون اعتقد جزء من نادينا. لاعب منتخب وطني. اي نعم، من هاي الاسماء اللي طلبها كاتنيتش اللي راح تروح. احدهم راح يكون ان شاء الله ويانا بالديوانيه بالانتقالات الشتويه. فاتحين خط وياه واكو موافقه؟ يعني تقريبا اكو موافقه اوليه صارت. لاعبين بالدوري موجودين واسماء معروفه. زائد المحترفين اعتقد يعني ان شاء الله خلال اسبوعين عندنا بس الفيزا عندنا 7 محترفين راح يحضرون، نختار من عندهم الافضل لاكمال العدد، لان تعرف ناثان كابسلي تم فسخ عقده وخرج من النادي، فعندنا 7 محترفين اجانب راح يجون، لان هالمره بعد ما نعتمد على اليوتيوب ولا نعتمد على فيديوهات. انا من النوع اللي بديت بصراحه اكتسب خبره بالمجال الرياضي. يجيني اللاعب يبقى عندي شهر اشوفه، نلعب 4 لعبات وديه، نباوع هذا اللاعب الامكانيه والقادر، احتمال 7 نختار بس واحد، احتمال 7 نقول الله وياكم. راح ترجع تكملون القعده مع كابتن قصي منير؟ لا ما ثانيه بعد؟ لا ما ابدا، ما عندنا اي شيء مع ابو طه. ابو طه اخ وصديق وانتهى. قاعد هو ورانا. اي نعم، كنا جلسه يعني واتخذ الصور. يكون عندي علم عند الناس ان كابتن قصي ورانا نفس الفندق ونفس المكان ونفس الاخوه، وجلسنا وانا يطلعون سويا للمباراه ان شاء الله. قلت لك دخل لنادي الديوانيه صديقا وخرج اخا وصديقا. بالتوفيق سيد. شكرا جزيلا لحضرتك ومعرض الكره. شكرا جزيلا.